ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال. يلا بينا بقى نعمل كفتة الحاتي. كفتة الحاتي اللي هي متماسكة وهشة وشكلها تحفة وطعمها تحفة، جميلة خالص وسهلة جدا. واي بنت لسه داخلة المطبخ جديد، اي بنوتة حلوة لسه داخلة المطبخ تقدر تطلعها. اي بنت قاعدة عايزة تبين لمامتها ان هي شاطرة جدا في المطبخ، اسهل حاجة ليكي تطلعيها حلوة خالص، متماسكة، ما بتقطمش، ما بتقطعش، ماسكة نفسها، حلوة جدا وطرية في نفس الوقت وهشة جدا. طريقتها ولا اروع من كده. بس اتبعي الخطوات زي ما انا قلتلك، واهم حاجة انك تختاري نوع اللحمة كويس عشان الكفتة تطلع كويس. يلا بينا نبدأ الطريقة. بس ما تنسونيش في اللايك والشير، ويا ريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وعشان خاطر قناتي مش هتكبر غير بيكم. يلا بينا نبدأ. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفروم، 25% دهون. معايا هنا معلقتين نشا ومعلقتين دقيق. طبعا البهارات هكتبها لكم في صندوق الوصف عشان ما اطولش عليكم. عندي هنا بصلتين وسط، ببشرهم وابدأ اصفيهم واحط البصل من غير مية، تفل البصل بس. المية هنحتاجها، اركنيها على جنب، هنحتاجها. طبعا انتي لما تبشري البصل ادعكيه برشة ملح بسيطة عشان خاطر يخر ميته كويس. صفارة بيضة او بيضة بلدي صغيرة، انا حطيت بيضة بلدي صغيرة. طبعا انتي عايزة تحطي الصفار ماشي، عايزة تحطي البياض ماشي، بس هي انا حطيت البيضة، ده اختياري مش اجباري، انا حطيتها بس لتعزيز الطعم بس. وطبعا التوابل زي ما انا قلت لكم حسب ذوقك، حسب ما انت عايزه. طبعا تعجني لغايه ما تلاقي كده اللحمه اختلطت بالبصل وعملوا زي فتل كده. وادي يا حبايبي بعد ما سبتها ارتاحت ساعه في التلاجة، ابدا بقى صعب اصبع على اي خله، على اي معلقه، ايد معلقه، اي حاجه عندك يعني. ما ت... ما ت... ما تعطليش نفسك يعني. زي ما انتوا شايفين بصبعها واروح عامله لها كده منظر بصبع ايدي، وبتعمليها بقى حجم اللي انت يعجبك يعني. عايزاها صغيرة ماشي، عايزاها كبيرة مش. احلى حاجة في الطريقة دي ان مش هتلاقي الكفتة بتكش منك، واخده بالك؟ يعني النشا مش هيخلي اللحمة تكش. ماشي يا حبايبي. طبعا انتي بتصبعيها، ممكن بعد ما تصبعيها ما تسويهاش. ممكن تحطيها في فويل او في اي طبق مغلق، ويكون لي غطا كده، وتروحي رصاهم، وما بين كل دور ودور هترصيه، متحطيش فوق بعض على طول. حطي ما بين كل رصة ورصة، تحطي اكياس عشان خاطر ما تلزقش، واخدين بالكم؟ عشان ما تلزقش. طعمها تحفة جميلة، حسب ما انت عايزة تحطي خضرة بقدونس حطي، انا ما كانش عندي. وما تنسيش طبعا في وسط التوابل، طبعا انا هكتب لكم كل حاجة في صندوق الوصف، بس ما تنسيش معلقة البيكنج باودر او البيكنج صودا. طبعا يعني بتخلي الكفتة هشة وحلوة خالص ومسعفة جدا. لو انا مثلا بودي عيالي المدرسة وباجي مش بلحق اعمل غدا، طبعا انت لو عملتي لك 2 كيلو قسمتيهم على قد الوجبات بتاعتك او سندوتشات المدارس، هي الحاجات اللي بتتفرز دي بتبقى منقذ في البيت. طعمها جميل وهتشوفي بنفسك. طبعا حابة تحطيها تخليه حار ماشي، حابة تعمليه جزء كده وجزء كده ماشي، انت براحتك.
طبعا انا هصبعهم كلهم وهسويهم. انت عايزه تشيلي في الفريزر حسب راحتك. عايزه تسوي على طول وتشيلي برضو في الفريزر، اه طبعا ينفع. ما ينفعش ليه؟ انا عن نفسي بسويها طازه، وبعد كده اسيبها تبرد واروح مدخلاها الفريزر، واطلع تسخني في الفرن او في الميكرويف، او قبليها بيوم تطلعيها لو ما عندكيش ميكرويف. قبليها بيوم تطلعيها على الرخامه، تاني يوم هتلاقيها فكت وزي الفل. طبعا انا كل صباع بصبعه بحط ايدي في ميه البصل، بتساعد على ان الملمس بتاع الصباع يبقى ناعم. زي ما انت شايفه كده انا صبعته. طبعا بعد ما بياخد 10 دقايق كده يشد اللحمه، بروح حاطه ميه البصل على بقيه على بقيه الكفته. تطلع روعه 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 ومش بتفك، بس لازم بعد ما تطلع. زي ما انتم شايفين بعد ما سويتها تحفه تحفه، والطعم كان حكايه. جربوها ومش هتفكري تشتري الكفته من بره تاني. كفتة لازم تعمليها أول عن آخر في بيتك عشان يبقى طعمها أحلى. ست البيت هي اللي تفوز، مش المحلات والمطاعم. يا ريت الفيديو يعجبكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. وهنزل بوصفات اليومين اللي جايين حلوة خالص. يا ريت تتابعوني عشان كل جديد يوصل لكم، وعشان قناتي مش هتكبر غير بيكم ومعاكم. وطبعا انا منزله حاجات لكحك العيد والبيتي فور والغريبه. يا ريت تتفرجوا عليها. مع الف سلامه حبايبي.